طبختنا خروف شاقرينه بالنص، واحد ماني حاط الا بصل وثوم، غيره ماني حاط ولا بس فوقه شنو؟ اذا خلص بعد التحميش اعلم. والثاني ايش عندك ابو حمود؟ انا يا ابو نوره باخذ الخضره هذه وبدخلها بالفرن قصدير وعلى الحراره نفس طريقه المندي. ان قلت في القصدير ان قلت صينيه نملحه واللحم الطازج شبيله يبى بهار. لا والله ما ودي عاد كيفك عاد عندك شويه ملح شويه ملح ما لنا شغل وندخله بالفرن مع شويه رطوبه شويه ماء بس عشان ارطبه من تحت يطلع لك محمش. تابعونا. شنو بسوي انا؟ ايش تسوي ابو نور؟ شوف شو بسوي. شوف بصلي نزلت البصل وشويه من الثوم كذا يبي زياده بصل وثوم ترى غيره ما في شيء ولا راح احمش بشيء. تعال شوف ناخذ بصل بعد زياده مني شويه من بصل ليني غير البصل والثوم ما احط ولا حاجه. هذا نستخدمه حشو بعد نستخدمه حق الحشو. شنو الماء راح نستخدمه فيه؟ الماء راح نكبس عليه العيش بس. احنا صاير لنا كم يوم ما احنا من كيلة العيش. عطونا الملح هذا بعد مره واحده نحط ملحنا مع بعض. تابعوا طبختنا اليوم على هالحلوين اللي تشوفونهم ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفونا تابعوا طبختنا. تعال شوف هذا خريف ما شاء الله حطينا هذا الخروف ما في شيء بس والملح شويه هني شويه يمين خلاص سكر عليه واضغطه نضغطه طال عمركم ساعتين الا ربع يكون جاهز. تابعوا. اليوم شرفين اخواننا من المملكه العربيه السعوديه. يا هلا يلا حي الشباب اهل الجنوب يا حبيبي مع ابو حمود شنو عندك؟ اليوم طبعا حطينا شويه بهار تحت الخروف احنا حاطين معه بهار فقط ذبيحه جديده بس نبيع عليها ما شاء الله. وبعد ما خلصنا سكر الجدر الطق ميزته انه يختصر عليك الوقت. يطبخ ترى انا ما اعطيه ساعتين واجد القعود انا حاطه ساعتين بس اني على نار هاديه على ما يخلص الفرن عندنا المشكله اللي هو يطول اما هذا ما يطول. هذا لو اني بضغط على النار ساعه يخلصني بس بخليه على نار هاديه ساعه ونص ساعتين الا ربع. تابع ابو حمود. يا هلا ما شاء الله حطيت الخضره كلها تحت مع شويه عاد ابهار لكن فوق بس ملح ما شاء الله. الحين عاد بنسكر بغسطيل ما شاء الله. علينا نسوي له خبزه تشوف الليل ما شاء الله عاد بعد الضغط. وهذا لحمنا الضغط خلاص ما شاء الله ونفتح التنفيذ. ننطر ابو حمود بس تشوف الحمى تضبيط ابو حمود. ابو حمود انت عارف المويزري انت قاعد ضابطه؟ ها؟ اي نعم ضابطه؟ انا واثق تمام بس الخروف راح يسولف. الحمك ابو حمود. هذا طال عمركم خروف ابو حمود. ها خلص ولا يبيله؟ ما شاء الله ابو حمود. انا اقول خالص مستوي ما شاء الله. انا قاعد اصور تحت وقاعد ما شاء الله يبيله شوي وانت عاد شوف حدك. انا اقول خالص. يلا خلينا نشوف لحظه الفخذ انا بحكم عليه من هنا. يلا والله الحين نشيل الخضره ناخذ مروق لحم ابو حمود يسوي فيها العيش وخضرته نصفها فوق. ابو عبد الله يعطيك ابو فاطمه هذه طال عمرك تصير فيه من الخضره شوي. بدنا نصور عنك يا الحبيب دام ابو طريقي موجود نستغل الفرصه. نبيه شوي هذا كلنا شويه من الفخذ بس حط الحمام ما عليك ولا هو كله مستوي. عطني افتح بابه. هذا ما يبي؟ ما يجيب هني اهم شيء هذا. يلا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. يا سلام شيء فاخر من الاخر. تحمير بس فوقها العسل. المروق هذا شوف وش يسوي فيه الحين. وهذا لحمنا بعد ما خلص هذا ذايب
الحين ودي على طول الفرن. وهذا لحمنا بعد ما خلص نقول بسم الله على طول بالفرن. ما شاء الله. نقول بسم الله على طول. ماكلتنا أكلة الجنوب، خبز رقاق وبعدين نشربه. والله نسيت اسم الأكلة، تعرفون يا الجنوب شو اسمها؟ مثلوثة تبي؟ لا هي مثلوثة، اللي يحطوا خبز رقاق ومروق اللحم. تشريب بس بعد لها اسم ثاني اللي يحطوا فوق عسل، اذكر اكلته. ها لا والله لها اسم. الحين تبي تشرب المرق وتحط الخروف ايه وتحط فوقه عسل ونزل عسل فوق. عسل طال عمرك، شمع وعسل. ايه هذا عاد والله اني كذا اكلته بس ما ادري شنو هو، خبز رقاق او يحطون غيره. اللحوح كأنها اللحوح. الخبز اللحوح. يمكن اللحوح، ناسيها والله. بعد ما نزلنا خبز رقاق نشربه الحين ومروق اللحم، وبعدين نحط ذبيحتنا ونحط العسل فوقها، وبعد بنحط على الاطراف مقالي. شوف خريف ابو حمود، ما شاء الله ابو حمود، ما شاء الله ما شاء الله. اوريكم حنا خروفنا هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. تقمر؟ لا الحين بس على هاتي. والحين نشرب الخبز. بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ترى متعمد اخلي البصل معه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام سلم يا سلام. ننزل عليه خبز ثاني بعد من الخبز. هذه التشريبة الأولى وفي تشريبة بعدها. أعطونا باللاس. وهذا الخبز، هذا التشريبة الأولى نعطيها التشريبة الثانية. أعطونا الخبز الكيس الثاني. وهذا الخبز الثاني نزلناه. قصر شوي شوي لخبز رقاق يتفتفت معاك حيل. نعطيه شوي شوي بسم الله ونشربه. خلي شوي بابا بسم الله. وبعده نحط لحمنا فوقه. ما شاء الله. أما العافية ابو حمود. ما شاء الله. هذه حبة العيش. تعال ما شاء الله يا مال العافية. تعال شوف وين. شوف هذا عيش. تعال خذ طلع الحبة شباب. ما شاء الله ترى من هري بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام سلم. عاد شنو زيته شنو حشوة؟ تشوفون الحين حشوة. أهم شيء الشمع. بسم الله تعال شوف الشمع. عاد نحن رغبة للمحبين خليه على جنب. اللي بياكل من الشمع هي الأكلة ما تصلح إلا بالشمع. بسم الله. شوف 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 يا سلام سلم. حط كتر هني وكتر هني. نقول يا هلا ومرحبا بالعموم. مرحبا وغلا وهلا بالعموم. مرحبا والله وغلا. شوف العسل العسل والله اللي زين عقوتهم العيش. ما شاء الله. وهذه طبختنا ما تلقى ألذ منها. لذتها تاخذ قطعة الحمى ومع الشمع وتقول بسم الله بالطريقة هذه. قبها ما شاء الله. وهذه طبختنا بعد ما خلصت اللهم بارك. وهني كبستنا ما شاء الله. هذا ابو حمود مال العافيه. قرب ما شاء الله. اسمع الشباب مستنكرين بس ايش رايكم يا شباب بالطبخ بدون مجامله؟ جعله والله عواف ما شاء الله.
تاخذ الحمى ومع أهم شيء العسل. جميل جدا.